أيها الإخوة المواطنون، أسعد الله مساءكم. ركز في اللي جاي. ركز. أدعى حبيب سويدية. أنا ضابط سابق في القوات الخاصة للجيش الجزائري، وإذا قررت مع هذا الكتاب أن أشهد فذلك بالدرجة الأولى من أجل تحرير ضميري، لأنني لا أريد بأي حال أن أشعر بأني شريك في جرائم ضد الإنسانية. رأيت زملاء لي يحرقون طفلا في 15 من عمره حيا. رأيت عسكريين يذبحون مدنيين وينسبون هذه الجرائم إلى الإرهابيين. رأيت عقداء يقتلون أشخاصا بدم بارد لمجرد الشبهة. رأيت ضباطا يعذبون إسلاميين حتى الموت. رأيت أشياء كثيرة جدا لا أستطيع السكوت، وهذه أسباب كافية لتحطيم حاجز الصمت. أن تكون حاضر لترى الطفل كيف يحرق أمامك، وترى كيف تمت عملية اختطاف الرجل، وكيف تم قتله، وكيف وضع القناع على عينيه، وكيف تم تكبيله وقتله. هذه كلها رأيتها بعيني، يعني لم يحكيها لي شخص. كنا نعرف أننا في حرب أهلية، حتى لو لم يلفظ الجنرالات هذه الكلمة أبدا، لكن الجنرال محمد العماري قالها بالفرنسية: الإسلاميون يريدون الذهاب إلى الجنة، فلنأخذهم إليها وبسرعة. كنت أكن احتراما شديدا للجيش الجزائري. تعلمنا في البرامج المدرسية والتاريخ الرسمي أن الجيش الوطني الشعبي، السليلة الفاضلة لجيش التحرير الوطني، هو الدعامة الرئيسية للجزائر. وسيتبين لي لاحقا أن الجزائر لا تملك جيشا، أن الجزائر لا تملك جيشا، أن الجزائر لا تملك جيشا، أن الجزائر لا تملك جيشا. التهمة كانت التحريض على الثورة، وهي تهمة تسقط في عرف كتائب القذافي حتى الحق في الماء والهواء. فمصدر الهواء الوحيد كان هذه الثقوب التي أحدثها رصاص جنود الكتائب. كان سكان مدينة الخمس يفدون على المكان، يكتشفون حجم الجريمة ويهنئون من نجا من العشرة. ما زالوا أيضا يبحثون عن قبور قتلاهم، فالكتائب أخفت أمر سجنهم أحياء ولم تسلم جثتهم لأهلهم أمواتا. في عملية دنيئة يقوم بها كتائب القذافي، وهي عملية استبدال الجثث. يأتون بجثث من الجبل الغربي أو من هناك تم قتلهم وتعذيبهم لدفنهم في مدينة أخرى مثل مدينة الخمس. سرعان ما انقشعت ارتفعت شعارات النصر في كل مكان في المدينة، وانبعثت الحقيقة من تحت الأرض صادمة وبشعة. عشرات المقابر الجماعية تسفر عن حجم التعذيب الذي مورس في ليبيا على عهد القذافي. للحرية ثمن دفعه الليبيون كاملا، قتلا وتعذيبا واختفاء. الآن وقد انتزعوا حريتهم يكتشفون أن الجرح غائر جدا. يحتاجون إلى كثير من الحلم والصفح من أجل بناء المستقبل. محمد البقالي، الجزيرة، مدينة الخمس، شرق طرابلس. تحية طيبة مشاهدي الكرام. لماذا وصل الأمر بالسوريين إلى تغيير النشيد الوطني الذي يتغنى بالجيش السوري من حماة الديار عليكم سلام إلى غزاة الديار أفسدتم السلام، علينا الضياء وعليكم الظلام، فتبا لكم ولهكذا نظام. رفعتم الهراوى قطعتم الأوصال، لم تسلم النساء منكم ولا الأطفال. قذفتم المساجد نشرتم الدمار، فقمنا ننادي الموت ولا العار. ألم يصبح الجيش السوري في نظر معظم السوريين أسوأ من جيوش الاحتلال الغاشم؟ يصيح ضيفنا: أليست أطول وأكبر معركة خاضها الجيش السوري في تاريخه
ضد الشعب السوري الأعزل؟ يتساءل معارض سوري. ألم يقتل من الإسرائيليين على مدى 40 عاما 600 إسرائيلي فقط، بينما قتل عشرات الألوف من السوريين؟ ألا يجب أن نغني خبطة آدمكم على الأرض هدارة احتفالا بالنصر على الصهاينة، لا على أطفال ونساء حمصة وحماة وإدلب ودوما ومضايا وحرستة والزبداني؟ يضيف آخر: فأنا مبسوط أن القناع الآن سقط والجزيرة بتعلن عن أسفل سفلاتها بمنتهى التبجح. وأنا قاعد امبارح في البيت لا بيا ولا عليا، ايديا غلطت وأنا بقلب كده وجت قناة الجزيرة فلقيت برومو تنويه، عاملين تنويه عن إيه بقى البهوات؟ عاملين تنويه عن فيلم تسجيلي هيذيعوه يوم الحد اللي جاي. الفيلم اسمه، شوفوا اسمه، العساكر وحكايات التجنيد الإجباري. دفعة جديدة من المجندين مرحلة إبريل 2016. أهلا بكم في القوات المسلحة. في حاجة يقول لك وصي، يعني كلام غريب يعني. بالخطوة المعتادة في هيئة الاستعراض 20 خطوة مسافة بين المجموعات. يريح العسكري يتعب، تتعبه يريحك. عد جيشك وهو الجيش كسر لبس. لما تقوم الحرب احنا اللي هنموت. العساكر، حكايات التجنيد الإجباري في مصر، الأحد في 10:05 مساء بتوقيت مكة المكرمة. The Iraqi army exists no more. The Syrian army is down to at least 50% of its size of 2 years ago. The Egyptian army, all of its 14 divisions, maybe 7 are in any way active, not corroded, corrupt, falling apart. The Arab military threat to Israel has evaporated. Arab societies, as you all know, from Libya and Tunisia through Egypt to Syria, and it'll yet, unfortunately, come to Jordan, are so convulsed with internal conflict that for the next 2 to 3 to 4 decades, they're going to be racked by such internal tensions and such internal economic disparities and needs that their ability to mount a coordinated offensive against Israel in the conventional military sense is simply gone. First, let's recognize that the conventional military threat against Israel has greatly disappeared. And that is a net gain for Israel. It has tremendous long-term significance. فرجاء أرجوكم، الأمريكان يعتمدون على أسلوب أنا سميته يوم أمس هو أسلوب خائب تافه. فقط أنتم دققوا. أنا لا أطلب منكم سوى أن تدققون، لا ترددون كذب الكاذبين. ترى تصبحون يعني حقيقة تصبحون مثل أوصافهم. وأنا ألوم الجزيرة مرة أخرى إنها تسوق للأمريكان قبل أن تتأكد.